طبعا هذا دوار ولاد الحاج أحمد. عندنا واحد حالة خاصة ديال واحد البنيته اسمها هدى. هاد البنيته ساكنه في هاد القصدير، في هاد البلاصه هادي، في هاد الدوار هذا. هاد البنيته عمرها 4 سنين. طبعا هي ما تتقدرش تمشي، غير كتحبو. حاولوا انهم يديوها عند الاطباء، ولكن ما الاطباء ما داروا لها حتى شي حاجه نهائيا. دابا هاد البنت هادي كتستغيث هي والوالدين ديالها، لان هي ما تتقدرش تنوض، ما تتقدرش تيجي. هذه طبعا الحاله ديال السكن ديالهم، ناس يعني حالتهم يرثى لها. البيت هو هذا، الدار هي هذه، البنت هي محرومه من المدرسه، محرومه من كل شيء، طفله يعني في سن الزهور. يعني كنحاولوا ان نحن نطلبوا استغاثه من اجل متابعه العلاج ديالها، وكنتمناو من الله الى كتب الله سبحانه وتعالى نوجدوا الايدي الرحيمه اللي غتكون معانا في هذه البنت هذه، اللي هي يعني عايشه على هذا الكرسي هذا فقط لا غير. وطبعا هادو الوالدين ديالها، وهذه الدار، وهذا السكن. أسرة بسيطة، يعني ناس في بيوت ذوي الصفيح، في منطقة المناصرة، في دوار الحاج أحمد.